السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حرف جديد من سلسلة تعليم الحروف للأطفال، ومعادنا مع حرف الميم. شايفين شكل حرف الميم ده؟ أول ما بشوف الشكل ده بعرف فورا إن ده اسمه إيه؟ اسمه حرف الميم. طيب أول ما بلاقي الشرطة المايلة الصغيرة اللي فوق راسه اتفقنا إن اسمها حركة الفتحة، بتعلمني إن أنا أقرأ الحرف مفتوح. يعني أول ما بلاقي حرف الميم عليه حركة الفتحة بقول ميم فتحة ما، بفتح بقي وانا بقرا حرف الميم. يلا بقى نتعلم اشكال حرف الميم او نعرف مواضع حرف الميم في الكلمه. حرف الميم بيجي بكذا شكل. اول شكل ليه اللي هو الشكل اللي هنكتبه بيه في اول الكلمه. بنكتبه ازاي؟ بنكتب دائره كده صغيره قوي وبيمد ايده عشان يمسك الحروف اللي جايه بعده. وفي وسط الكلمه بيعمل ايه حرف الميم؟ بيمد ايده عشان يمسك الحرف اللي قبله، وبيمد ايده كمان عشان يمسك الحرف اللي بعده. يبقى هو حرف من الحروف اللي بيمد ايديه الاتنين عشان يمسك الحروف في وسط الكلمة. لكن في اخر الكلمة شايفين بيمد ايده زي باقي الحروف، بيمد ايده ويمسك الحرف اللي قبله ويكمل الرسمة الأصلية بتاعته عشان هو آخر حرف في الكلمة. طب يلا بقى نشوف أمثلة على حرف الميم أو على مواضع حرف الميم في الكلمة ونطلعها مع بعض ونشوف الحرف في أول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا آخر الكلمة. يلا بينا. والكلمة معانا كلمة موز. موز. طيب يلا فين حرف الميم؟ شايفين وانا بقرأ كلمة موز بدأت بإيه؟ بدأت بالميم، يبقى هي في أول الكلمة. وعشان هي في أول الكلمة يبقى لازم أنطقها إزاي؟ لازم أكتبها، إزاي؟ أكتبها بالشكل ده لأنها في أول الكلمة. أنا نطقتها في أول الكلمة قلت موز، فبالتالي لازم أكتبها بالشكل اللي لازم نكتبها بيه في أول الكلمة، اللي هو الشكل ده، دائرة كده صغيرة وبتمد إيديها عشان تمسك الحرف اللي بعدها. إيه اللي خلاني أقول لان انا لقيت فوق راسها ايه؟ الشرطه المايله الصغيره. اتفقنا انها اسمها حركه الفتحه، بتخليني فورا اقرا الحرف مفتوح، اقول موز. طب يلا نشوف كلمه كمان. برضو نطلع حرف الميم في كلمه مسجد. شايفين برضو نطقت الكلمه الميم في البدايه، عشان كده كتبناها بالشكل ده لانها في اول الكلمه. يبقى حرف الميم أول ما بلاقي كلمة بتبدأ بحرف الميم يبقى لازم أكتبها بالشكل ده، مش ممكن أكتبها بأي شكل تاني غير الشكل ده. نحفظ مع بعض إن هو ده الشكل الوحيد اللي بنكتبها بيه في أول الكلمة. جمل. ما شايفين نطقنا حرف الميم فين؟ في وسط الكلمة. جمل. يبقى مادام نطقناها في وسط الكلمة يبقى لازم نكتبها بالشكل اللي بنكتبها بيه في وسط الكلمة. بتمد ايدها وتمسك الحرف اللي قبلها، وتمد ايدها التانية كمان تمسك الحرف اللي بعدها. ايه بقى يا شطار اللي خلاني اقرأ حرف الميم واقول يعني فتحت بقي اهو انا بقرأ الحرف؟ اني لقيت فوق راسه شرطة مايلة صغيرة اسمها حركة الفتحة، وهنفضل نقول في كل الحروف لحد ما نحفظ ان الشرطة المايلة الصغيرة دي اسمها حركة الفتحة، بتخليني اقرأ الحرف مفتوح. جمل. يبقى ده شكل حرف الميم في وسط الكلمة. شايفين شكله عامل ازاي؟ مد ايده مسك الحرف اللي قبله، ومد ايده التانية مسك الحرف اللي بعده. يلا نشوف بقى كلمة فيها حرف الميم في اخر الكلمة. اخر كلمة معانا كلمة لحم. شايفين نطقنا فين حرف الميم؟ نطقناه في آخر الكلمة، عشان كده كتبناه بالشكل ده، مد ايده مسك الحرف اللي جاي قبله وكمل الرسمة بتاعته لأنه آخر حرف في الكلمة. يبقى احنا الحرف الميم وهو في آخر الكلمة مش ممكن أكتبه غير بالشكل ده. يبقى احنا النهاردة اتعلمنا في الفيديو بتاع النهاردة حرف الميم، وعرفنا ان حرف الميم صوته ايه يا عم؟ حرف الميم ده وهو مفتوح اسمه بنقرأه بنقول ميم فتحة بنفتح بقنا عشان هو فوق راسه حركة الفتحة. كمان اتعلمنا مواضع حرف الميم أو أشكال حرف الميم في الكلمة. مثلا حرف الميم في أول الكلمة ما ينفعش أكتبه غير بالشكل ده، دورية صغيرة بيمد إيده يمسك أي حرف جاي بعده. وفي وسط الكلمة برضو ما ينفعش أكتبه غير بالشكل ده، بيمد إيده يمسك الحرف اللي قبله ويمسك بعدها الحرف اللي بعده. في آخر الكلمة بيمسك الحرف اللي قبله وبيكمل الرسمة بتاعته الأصلية عادي. يبقى كان هو ده حرف الميم وأشكاله، وخدنا كمان أمثلة على كل حرف في أول الكلمة ووسط على كل شكل من أشكاله في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل أم محتاجة تعلم أولادها أو تأسسهم بطريقة نور البيان أو تأسسهم بطريقة سهلة في اللغة العربية. ودمتم قويات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.